تخيل كده معايا الداش كام تقدر تراقب بيها كل حاجه. الداش كام ديت فهي موجهه للشركات، موجهه للافراد، لان هي بتقدر تتحكم في كل حاجه فعليا. عندك سواق في العربيه بتاعتك، عندك سواق بيودي الاطفال المدارس، عندك مثلا مندوب العربيه في الشركه بتاعتك، تقدر تتحكم في كل حاجه من خلال الداش كام ديت. تقدر تشوف لايف للفيديوهات اللي بتصورها الداش كام، تقدر تتواصل معاه صوت وصوره، تقدر تكلمه، تقدر تحدد له نطاق جغرافي ما يخرجش عنه، ولو خرج عنه يجي لك اشعارات على الموبايل. في نفس الوقت برضو تقدر تحدد له سرعه مثلا 120 كيلو، هو زاد عن سرعه ال 120 كيلو فيجي لك نوتيفيكيشن برضو ان السرعه زادت. ليها 3 كاميرات اماميه وخلفيه وداخل العربيه بدقه فول اتش دي، تقدر تتحكم في ده كله من خلال الابلكيشن بتاعهم. واهم ميزه في الداش كام ديت كده بشكل سريع موضوع الشريحه اللي بتيجي معاه. الشريحه ديت بتيجي هنا باشتراك شهري، وده اقل اشتراك شهري للشريحه 39 ريال، وتقدر تشترك من خلال الابلكيشن بتاعهم. هنستعرض مع بعض كده اهم المحتويات اللي بتيجي مع الداش كام. اول حاجه هنا دي الكاميرا الخلفيه بتصور لنا بدقه فول اتش دي بالشكل ده كده، تقدر تثبتها في العربيه بسهوله جدا. شوف تاني حاجه، وهنا دي القطعه اللي بتحتاجها عشان تثبت الداش كام على الازاز بتاع العربيه بالشكل ده كده. كل المفاتيح اللي انت محتاجها موجوده هنا في الداش كام. وبعد كده ده الكابل مهم جدا يا جماعه، عشان لو حبيت توصل الداش كام على البطاريه بتاعه العربيه من خلال علبه الفيوزات. وده فايده الكابل ده، ان هو بيخلي لك الداش كام شغاله 24 ساعه، وبتفعل لك خاصيه الباركينج مود. وده فكرتها ان لاي حد خابط العربيه لا قدر الله يبدا يسجل فيديو بشكل مباشر وبشكل تلقائي بدون ما تتدخل، وفي نفس الوقت يبعت لك اشعارات او نوتيفيكيشن على الموبايل بتاعك ان في حد خبط العربيه لا قدر الله. ده كله بتقدر تفعله من خلال الكابل ده اللي هو بتوصله علبه الفيوزات. وتاني كابل معانا هنا ده كابل الباور، تقدر توصله من خلال الولاعه بتاعه العربيه. وهنا يجي معانا كابلين عشان تقدر توصل الكاميرا الخلفيه مع الكاميرا الاماميه من خلال الكابلين دول، كابلين طوال حسب طبعا العربيه عندك. ونيجي هنا للداش كام، بتيجي بالتصميم ده وكلمه رصد، وهنا اللمبه ديت بيبين لنا هل الكاميرا بتسجل ولا لا وشغاله ولا لا. وهنا ده المايك والسبيكر، ودي الكاميرا الداخليه بتصور بدقه فول اتش دي، ودي الكاميرا الاماميه بتصور بدقه فول اتش دي برضو. وهنا هيظهر معانا الكابل البار اللي هو باللون الاحمر، وده الكابل الخاص بالكاميرا الخلفيه. ليه انا مخبي الحته ديت؟ لان هنا بيظهر معانا الرقم اللي هو من خلاله تقدر تربط الداش كام مع الموبايل من خلال الابلكيشن بتاعهم. وهنا بتيجي بكارت 64 جيجا وتقدر تشغل لحد 512. وبخصوص الشريحه ديت اللي انا اشتريتها من داش كام رود، فهي ممتازه جدا لانها ارخص سعر اشتراك شهري 39 ريال، وهي بتربط على اقوى شبكه موجوده في المنطقه اللي انت موجود فيها حاليا. طريقه تركيبه سهل جدا، وزنها خفيف، وبتشتغل على مكثف، وبالتالي هي بتستحمل درجات الحراره العاليه جدا. ونلاحظ هنا ان الداش كام ما فيهاش شاشه، ونقدر نقول ان هي عيب وفي نفس الوقت ميزه. الميزه ان محدش يقدر يتحكم في الداش كام ديت الا صاحب العربيه نفسها، واللي هو رابطها على الابليكيشن بتاع الموبايل. وبالتالي كده ان اي حد بيسوق العربيه ديت ما يقدرش يتحكم ولا يلعب خالص في الداش كام ديت او في الاعدادات بتاعتها الا صاحب العربيه نفسها، او اللي هو كان رابطها على الموبايل بتاعه. وبمجرد ان انا اشغل العربيه هيوصلني هنا اشعار على الموبايل ان الجهاز رقم كذا اللي انت مركبه في العربيه بتاعتك اشتغل حاليا. ندخل على البث المباشر، انتم ملاحظين اهو. نقدر ندوس هنا تتبع، بيظهر لنا هنا مكان العربيه والسرعه اللي انا ماشي بيها بالظبط. وهنا تصوير اللايف او تصويرات القديمه او الفيديوهات القديمه. وهنا يظهر معانا كل الفيديوهات اللي انت قمت بيها، سواء الكاميرا الداخليه او الخلفيه او الاماميه، وحسب الجدول اللي انت عايزه. وهنا الشريحه، وبعد كده هنا الاعدادات، تقدر تظبط كل حاجه زي ما انت عايز. لو انت عايز الاشعارات اللي انت العربيه اشتغلت لا طافيه دلوقتي، تنبيه السرعه، تقدر تحدد السرعه اللي انت محتاجها. يعني مثلا لو مش عايز ان العربيه تزيد سرعتها عن 70 120 كيلو، تقدر تحدد من هنا زي ما انت شايف. واهم حاجه عندنا هنا هو تنبيه النطاق الجغرافي. تقدر تفتح هنا كده وتختار الخريطه اللي انت عايزها، بحيث ان مثلا لو حد اللي سايق العربيه دوت خرج عن النطاق دوت يجي لك اشعارات على الموبايل على طول. زي ما شايفين هنا جميع الاعدادات اللي انت ممكن تحتاجها موجوده في الداش كام ومن خلال التطبيق بتاعهم.
هنجرب مع بعض دلوقتي ونشوف جودة الصورة. وده كده تصوير يا جماعة من الداش كام راست، الثلاث كاميرات، وده الشكل الكاميرات على التطبيق والابليكيشن بتاعهم. وفي نفس الوقت الصوت اللي انتوا بتسمعوه ده بيتردد من خلال المايك والسماعة بتاعة الداش كام، زي ما احنا قلنا ان فيها اتصال داخلي. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون